الحكم يضيع حلم الجمهور الجزائري للتأهل لكأس العالم قطر 2022 وتداول أخبار عن اغتياله. صدمة كبيرة أصابت الجمهور الجزائري بعد ضياع حلم التأهل لكأس العالم قطر 2022 بسبب السيناريو الفاضح الذي تسبب فيه حكم المباراة زكاري جسامة، والذي تسبب في هزيمة المنتخب الجزائري أمام الكاميرون، حيث نجحت الكاميرون في تسجيل هدف التقدم في لقاء الإياب بعد 22 دقيقة من الشوط الأول، ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50، إلا أن الحكم زكاري جسامة قرر إلغائه بسبب وجود حالة تسلل، وظل تقدم الكاميرون قائما حتى نهاية الوقت الأصلي من المواجهة ليحتكم الفريقين للوقت الإضافي، والذي شهد تسجيل المنتخب الجزائري لهدف آخر، لكن ألغاه الحكم بسبب وجود لمسة يد ضد المهاجم الجزائري، واستطاع أحمد توبة أن يسجل هدف التعادل للجزائر في الدقيقة 118 بعد كرة رأسية قوية سكنت الشباك الكاميرونية، إلا أن الفرحة لم تكتمل، حيث تمكن المنتخب الكاميروني من إحراز هدف في الدقائق الأخيرة. وقد أثار حكم المباراة استياء الجماهير الجزائرية، محملينه السبب في ضياع حلم الجمهور الجزائري للتأهل لكأس العالم قطر 2022، والذين تداولوا إشاعات عن اغتيال حكم المباراة، إلا أن هذه الأخبار ما هي إلا أخبار ساخرة للتهكم على حكم المباراة الذي كان أحد أسباب خسارة المنتخب الجزائري. أخيرا ندعوكم للاشتراك بالقناة وعمل إعجاب بالفيديو ليصل لكم جديد فيديوهاتنا.